جنوب افريقيا لم ينهزم لحد الان في هذه الدوره، والفريق الذي لم يعرف خساره في هذه الدوره هو منتخب مصر، يلعب لاول مره في هذا الملعب في وagadugu في ملعب 4 اغسطس لاول مره. هل ذلك ربما قد يعرقل نوعا ما الاجواء التي تعود عليها منتخب مصر؟ ام انها مباراه نهائيه يتم التفكير فيها؟ لا، ما اعتقدش الملعب عنده دخل في المباراه النهائيه. ممكن الضغط، ما فيش ضغط على جنوب افريقيا. نعرفوا اللي في جنوب افريقيا مش الشعب كله يحب كره القدم، ممكن 70% 60%. الضغط كثير على لاعبين المنتخب المصري، لان في مصر الشعب والصحافه يشوفوا الكاس في مصر قبل ما تلعب المباراه، طالبين كثير من اللاعبين. لمن ستكون المبادرة اليوم الهجومية مع بداية المباراة؟ هل لجنوب افريقيا ام ان مصر سيرتقي؟ جنوب افريقيا هي اللي تبادر في الهجومات من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخيرة، ولكن منتخب مصر يهاجم بالهجومات المعاكسة. إذا مدرب جومو سونو يدي مدافعين ضد راس ياسر رضوان أو عمارة يمين ويسار، لابد من لاعبي الوسط هم اللي يبادروا أكثر ويساعدوا حسام حسن وحازم. إذا المواجهة داخل مواجهة ما بين حسام حسن ومكارتي، من ترشح لكي يصل إلى لقب أحسن هداف؟ نعرف اللي مكارتي ساعدوا كثير لاعبين أجنحة في العادة، نياتي أوغستين مخاليلي يديروا أكثر من حسام ساووا مجهودات حتى فردية. نعم، نلاحظوا ممكن 3 4 أهداف سجلهم. إذا في هذه الحالة من هو الأقرب إلى الوصول إلى لقب أحسن هداف؟ هل مكارتي على اعتبار أن هناك لاعبين يهيئون له الفرص، أم حسام حسن الذي ربما قد يعتمد على مهاراته الشخصية ليصل المرمى؟ مكارتي نعرف اللي مش يسيطر عليه مثل ما سيطر على تيي أو باكايوكو، هاني نعم. رمزي أو السقة نعم. رقبة لصيقة والتغطية من طرف سمير كمونه او حتى عماره او ياسر رضوان يغطيوا وسط الدفاع. نشاهد هنا تشكيله منتخب جنوب افريقي كما توقعنا. هناك مشو ماسينجا مخاليلي اوغوستين مكارتي مويتي راديبي، هناك جاكسون فيش، وهناك راب تولا رقم 2 وبالوي الحارس. ليس هناك مفاجآت. ما فيه الا نياتي مدافع الايسر. نعم، هذه لائحه الاحتياطيين البدلاء، سايلنت في الكباديل، ومغوني الذي كان قد لعب المباراه الاخيره رقم 21 هو ايضا احتياطي. انداليا احتياطي ربما. في لاعب ممتاز فوق ال 14 فورتوني يلعب في الاتلتيكو او في صفوف الاتلتيكو. لما لعب بالنصف نهائي كان ممتاز جدا. هذه صور تذكاريه قبل انطلاق المباراه. بعد ذلك سنشاهد بالطبع لائحه المنتخب المصري حتى نقف على كتب على تشكيله المنتخب المصري. لا نعرف ما اذا كنا سنشاهد تشكيله المنتخب المصري، ولكن تقريبا نفس اللاعبين الاساسيين هم الذين سيشاركون في تشكيله المنتخب المصري. مصر نعم، مصر اعتقد السقه اذا هذه تشكيله السيد السقه، عمارة رمزي، ابراهيم عبد الهادي، ياسر رضوان، حسام حسن، حازم امام، احمد حسن وطارق مصطفى. عبد الستار دائما يغيب عن المنتخب المصري. سنشاهد لائحه الاحتياطيين بعد ذلك. هل من تعليقات نشتري حول دخول طارق مصطفى؟ شفت سمير كمونه. نعم، فين موجود سمير؟ هناك سمير كمونه بالطبع يلعب سمير كمونه. هناك شيشيني في مركز الاحتياط، هناك عبد الستار صبري في الاحتياط ايضا، أسامة نبيه. نعم، أسامة نبيه. تقريبا تشكيله مثاليه بالنسبه للمنتخب المصري. اذا هذا محمود الجوهري يحلم بالطبع للوصول الى المباراه او الى الكاس، والوصول بالطبع الى تحقيق تتويج للمنتخب المصري في هذه الدوره. سيدتي وسادتي، ننتقل الان لملاقاه الزميل خالد الحربان واحداث المباراه النهائيه بين مصر وجنوب افريقيا. خالد تفضل، الميكروفون معك. شكرا خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد حسن الحقيقة، هذا اللاعب أحمد حسن البديل، لاعب نادي الإسماعيلي 22 سنة. أحمد حسن الذي لعب في مباراة بطولة ودية مع الجزائر والكاميرون وتوغو، وهذا اللاعب الحقيقة مرشح أيضا عروض من هولندا في فش، وتدخل هدف الحقيقة لأحمد حسن، كرة قوية في داخل مرمى، هدف بدري وحلو من أحمد حسن. يا جوهري، يا جوهري، ان شاء الله حساباتك الكمبيوتر تكون كل شيء تمام لحد الان. بدري 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 بدري، وفي البحر بدري 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 لعبها حتى طارق، حتى طارق في الدقيقة 11، في الدقيقة 11 طارق
مصطفى. شوف ألف مبروك لكل جماهير مصر، لكل اللاعبين مصر، لكل محمود الكابتن الجوهري. وقول يا محمود كلمة للمدرب ترول، إذا قول للترول وسأقولكم بعدين. الآن سأعود الاستديو وأبقى معكم لألقاكم مرة ثانية لنفرح معا بالكأس. الآن الكلمة للزميل خالد ياسين. كابتن شتالي قال أو ما قال الشتالي كأس أفريقيا لمصر، وبالفعل. شكرا لزميل خالد حربان. إذن أجواء الفرحة عارمة في وغادوغو ولا محالة في كل أرجاء مصر بتتويج الفراعنة كما يسمونهم، تتويج المنتخب المصري بطلا لكأس افريقيا للأمم في دورتها 21. إذن المنتخب المصري وصل إلى تحقيق أمنيته وحلمه، ووصل بالطبع إلى التتويج بعد أن كان مشواره جيدا في هذه البطولة. سيداتي وسادتي، نتوقف قليلا وسنعود إليكم بعد الفاصل. العربية المصرية طيران مصري يحمل 120 شخص أتوا إعلاميين وجماهير في بوركينا فاسو، نجدهم مجتمعين في صورة تذكارية تعود البسمة من جديد المنتخب المصري. شكرا لزميل خالد الحربان، وهنيئا للمنتخب المصري بهذا التتويج الرابع في تاريخ الكرة المصرية على مستوى كأس الأمم الأفريقية. إذن وصل المنتخب المصري إلى تحطيم الرقم الذي كان بيد المنتخب الغاني، والتحق به ب4 مرات يفوز بكأس الأمم الأفريقية. كابتن شتالي، بالطبع فوز المنتخب المصري يعطي أيضا سمعة كبرى للكرة العربية، على اعتبار أن هناك 3 منتخبات عربية تصل إلى نهائيات كأس العالم، ومنتخب عربي أيضا يتوج إفريقيا، وتوج المنتخب السعودي أيضا كبطل لآسيا. هل هي نهضة أخرى للكرة العربية نشاهدها على مستويات متعددة؟ نهضة لا، الكرة موجودة من قبل في الدول العربية، والنهضة موجودة الكروية في مصر. وأنا نرد لكلامي البسيط، ما مسألة علمية، مسألة مدرب واختيار لاعبين أحسن عناصر في الدوري المصري والخطة المناسبة. فريق منظم، اللعيبة تعرف كيف تتصرف، كيف يتصرفوا قبل ما يدخلوا الملعب.